قصتنا عن زلمة اسمه بن، عمره بالأربعينات وكان مسجون ببريطانيا، واليوم بده يطلع من السجن. بس خليني أحكي لكم عن حياته كيف كانت ماشية بالسجن. كان هو سيد السجن، ما حدا بسوي حركة بدون إذنه أو بدون علمه. كان الكل بيسمع كلمته، منن خوفا منه ومنن حبا فيه. باختصار كان أبو عنتر السجن. ويوم طلع من السجن لآخر مرة كلهم كانوا عم يبكوا زعلانين عليه. هو كان زعلان وبنفس الوقت كان فرحان، لأنه بده يصير مثله مثل أي إنسان تاني، فيه يروح وين ما بده، فيه ينام ويفيق ايمت ما بده. بكل بساطة يعني إنسان حر، إيش قالك أكتر من هيك. وطلع من السجن، وأول أسبوع كان من أحلى الأسابيع اللي بيعيشهم بحياته. منظر الشمس، منظر السما الزرقاء، منظر الأشجار والحدايق. لكن الحياة مو وردية مثل ما هو متخيل، لأن ما عنده ثروة إيلون ماسك ولا عنده سمعة شيخ جامع. كانت الحياة عليه كتير صعبة بسبب انه ما عنده ثروة، فلازم انه يشتغل. لكن بسبب انه سمعته سيئة صعب جدا انه يلاقي شغل. دور على شغل كتير لحد ما لقى شغل بسوبر ماركت، يطبق الاشياء اللي فيها ويكنس الارض. لكن كان كل مرة يغلط يجي المدير ويعيط عليه. طبعا يعني ما في داعي اشرح لكم ايش كان شعوره بهداك الوقت. كان يفكر يضرب المدير، وبنفس الوقت كان يفكر يترك الشغل ويبطل. لكن المشكلة اذا بطل ما رح يلاقي شغل تاني، واذا ضرب المدير رح يرجع للسجن بثواني.